بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واش راكم حباباتي؟ لاباس؟ اليوم ان شاء الله جيت نحضر معاكم طاغت بالبرتقال، تجي ما شاء الله خفة وبنينة بواحد الكريمة، تجي روعة. ما نطولش عليكم خياتي، نجوزوا مع بعض الطريقة والمقادير مباشرة. اول حاجة نبدا بها، نجيب 3 حبات تاع البيض يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، نديرهم كاملين، 3 حبات بيض كامل. نزيد نضيف عليهم رشة تاع الملح مع كاس غير ربع سكر. نطلع مليح هذاك البيض مع السكر بالباتور حتى يطلع لي مليح. فوالا، نزيد نضيف عليهم ماشي حتى يولي لنا الشكل تاعو رغاوي، ولا نزيد نضيف عليه كاس الا ربع برتقال، مغرف كبيره نتاع الفانيليا. نكمل نخلط كامل هاد المقادير مع بعضاهم. نضيف عليهم كاس الا ربع الزيت، هنا ما بانليش مليح. نخلط كامل الزيت مع المكونات السائله. دوك نبدا نضيف الفارينه، عندي الكاس الاول تاع الفارينه. فوالا، نغربلو مليح، نصفيه. نزيد نضيف نصف كاس فارينه مع 2 باكي تاع خميره تاع الحلويات، الوزن 10 غرامات للوحده. فوالا، هكذا خياتي. دوكا واش ندير؟ نكمل نغربل كامل هذه الفارينه مع الخميره تاع الحلوه، نكمل نحرك كامل هاد المكونات بالباتور. دوكا واش ندير؟ نجيب لو بلا اللي يدخل للفرن. انا هاوليك البلا اللي خيرته. قبل من كل شيء شوفوا خياتي كيفاش لازم يكون القوام تاع العجينه ديالي. هاد لو بلا انا درت له شويه مارغرين وغبرته بالفارينه. دوكا واش ندير العجينه ديالي لاباط ديالي لداخل فيه، نفرخها وندخلها للفرن طيب لي، ونعاود نوري لكم. في الوقت اللي راهي طيب لي الكيكه ديالي، انا نحضر السيغو اللي راح نشرب بها الكيكه. عندي كاس تاع عصير برتقال، 2 مغارف سكر، نحطهم فوق النار يغليو شويه. من بعد كي تخرج لي هذيك الكيكه هاي وهي سخونه، نشمخها كامل بهذاك السيغو تاع البرتقال. بعد ما شربت الكيكه ديالي، دوك نجوزو نحضروا الكريمه اللي نحطوها من الفوق. عندي كاس ونص تاع عصير برتقال، 3 مغارف كبار سكر، عندي 2 ملاعق تاع مايزينا، نحركهم بارد في بارد. من بعد نحطهم فوق الفرنو حتى تعقد لي الكريمه ديالي. فوالا، دوك هاي لك الكريمه بعد ما عقدت لي. للامانه انا تقالت لي شويه، نتوما خلوها شويه تكون خفيفه. فوالا، نكمل نفرشها كامل فوق الكيكه ديالي. ومن بعد نجيب انا شوكولا، ندير لها خطوط من الفوق. يعني التزيين يقعد اختياري، واللي حبت تخليها غير هكا ماشي مشكل. نكمل كامل انا نزينها بشرائح تاع البرتقال. وهاي لك خياتي الكيكه ديالي تاع البرتقال حاضره معاكم. يعني صدقوني جات بزاف بنينه. ان شاء الله كامل خياتي تجربوها وتنال اعجابكم. وما تنسونيش حباباتي بلايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا، باش نقدم لكم المزيد من الوصفات ان شاء الله.